وصفتنا النهارده وصفه سهله جدا. النهارده هقول لكم طريقه الدقه اللي بتتحط على السمك في المحلات، السمك المشوي. انا كنت عامله لكم فيديو عن السمك المشوي، وكنت عاملاه لكم الدقه فيها عصير طماطم فريش. دي معظم المحلات بتعملها، لكن الاكتر او الاغلبيه بيعملوا بالتتبيله من غير طماطم. طب يلا بينا نشوف خطوات وصفتنا ايه. اول حاجه معايا نص معلقه شطه كبيره، عندي معلقه ملح كبيره، معلقه كمون كبيره، عندي هريسه ثوم، عندي ليمونه، عصير ليمونه، عندي ميه بتغلي على النار. اول ما تغلي هطفي عليها، هقفل على الميه بتاعتي اللي كانت بتغلي. هنزل بالهريسه بتاعه الثوم، هنزل بالتوابل بتاعتي كلها. بسم الله. واخر حاجه خالص هننزل بعصير الليمونه. هنقلب كل الخطوات دي مع بعض، المكونات بتاعتنا، وهنحطها على السمك اللي شويناه. وبعدين ده هيبقى شكل التتبيله او الدقه اللي بيحطوها على السمك. بنيجي هنا على السمك المشوي بتاعنا وننزل بالدقه دي كده كده، وهنعمل كده كل السمك. بصوا، هي دي الدقه اللي هي من غير صلصه، لان في نوعين، واحده بالصلصه وواحده من غير صلصه. اتمنى تكون وصفتي كانت سهله وبسيطه. عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.